السلام عليكم. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل سندوتشات كبده اسكندراني. هنا معانا حوالي 6 7 ثمرات فلفل رومي اخضر. اللي عايز يحط حامي يحط، يعني على حسب الرغبه وعلى حسب الكميه اللي هو بيبقى عايز يحبها على الكبده. هنا معانا 10 فصوص توم مفروم، او معلقه كبيره اللي عنده التوم مفروم جاهز. وهنا معانا نص كيلو كبده متقطع شاورما، يعني ممكن بتقولوا عند الجزار عايزينه متقطع شاورما. وهنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. هنا نحط معانا زيت، وبنحاول بقى احط زيت كتير شويه عشان ايه الكبده ما تلزقش في الصينيه. بس نسيبه يسخن شويه ونعمله في الصينيه كلها. بعد كده نقوم حاطين عليه الثوم. هنا شايفين بقى الزيت سخن معاه، مش هنسيبه يحمر قوي، يعني هو يا دوب ايه تشم الريحه بتاعته اللي هي لما تطلع نقوم بقى حاطين عليه الفلفل. وبرده زي ما احنا قلنا بالنسبه للثوم والفلفل الكميه اللي كل واحد عايزها. في ناس ما بتحبش الثوم كتير عشان بطنهم كده، احنا ممكن بنقوم ايه حاطين، يعني بنبقى يقللوا فيها الثوم. نرجع نقوم عاملين كده تقليبتين، ما نخلوش يفضل ولا حاجه عشان لسه هيتعمل مع الكبده. بس نروح نحطه بقى في جنب بحيث يبقى الزيت هو اللي في النص كده، ونحط بقى الكبده ايه واحده واحده عشان ايه بتبرز الزيت فما يبردش قوي. نقلب فيها كده نلاقي حتى لونها ابتدى يغير، ابتدي بقى تبقى ما تبقاش لازقه في قلب الصينيه. بس نركنها كده ونقوم ايه نحاول نقوم حاطين بقى ايه تاني. في بقى اللي يبقى عايز، بس انا مبحبش الزيت يبقى كتير قوي قوي، ممكن يتحط بقى كلها مره واحده، بس كده هتبقى كميه الزيت اكتر. بس نقلب بقى كله مع بعض تاني. مش لاقيين فيه زيت قوي، ممكن نقوم حاطين بس ايه شويه صغيرين. نحط بقيه الكبده. نقلب بقى كلها على بعضها. يعني كده عشان ايه لو اي حاجه مطرح المعلقه هتبقى. بس نوطي النار بقى عشان نحط ايه الملح والتوابل عشان ما تنشفش بالليل. ممكن نحط بقى كده حوالي معلقه ونص ملح، وبعد كده هنبقى ندوق بقى اللي هي الملح بتاعها الصلصه. معلقه زعتر، معانا معلقه كزبره ناشفه، معلقه بهارات، ربع كبابه. وفي بقى بحب احط عليها لو في عندك حبهان مطحون ممكن نحط ايه عليها ربع كده بيديلها ريحه حلوه. معلقه فلفل اسمر، وربع جنزبيل. بس نقوم معلقين عليها النار تاني
بس ونقلب بقى. ما بتاخدش حاجة، ثواني تبقى معمولة، تبقى حلوة دي كده. مزنوقة في أكلة وعندك تجيبها على طول تقوم عندها. ممكن بقى تعمليها سندوتشات تتغمس بعيش أبيض شامي، على حسب بقى كل واحد عايز. في ناس بتحبها بالمكرونة، ممكن تتحط برضه على مكرونة تبقى حلوة. لا لقيناها بقى بنقوم مشوحينها حلو كده، حتى سيخها بيبقى باين، بس منخليهاش تنشف قوي عشان برضه ايه ما تبقاش بقى ناشفة معانا. بس هي كده، هي مفيهاش حرق خالص، لا مية ولا بتاع، هي تلاقيها ايه متشوحة حلوة يعني، منخليهاش تتحمر قوي يعني. بس كده بقالت معانا السيخة كده بس نص عليها خلاص.